اهلا بيكم ركاب اتوبيس 6. احنا دلوقتي في محطة ما تيجي اقول لك مع محمد الليثي. ما تيجي اقول لك في المحطة دي شوية حاجات عدت قدام عيني، شوية تجارب قابلتها في حياتي، يعني هنعتبرها مثلا تبادل خبرات بيننا وبين بعض. استنوني بعد الفاصل ونشوف هنقول ايه النهارده. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع محمد الليثي ومحطة ما تيجي اقول لك. تعال اقول لك النهارده فوائد التواصل وعدم الانعزال. عارفين انا اقصد ايه اصلا بكلمة التواصل؟ طبعا مش قصدي برامج او مواقع التواصل الاجتماعي اللي زي الفيسبوك والانستا وكده، لا، انا اقصد التواصل الحقيقي اللي هو يعني فيس تو فيس. تعالوا بقى اخدكم النهارده في جولة نعرف فيها فوائد التواصل بين الناس وبعضها. ما تيجي اقول لك ان التواصل بين الناس بيساعد في تنمية وتطوير وتقدم المجتمع. ما تيجي كمان اقول لك ان التواصل بيعمل ترابط اجتماعي وبيأثر على المجتمع بصورة ايجابية، وكمان بيخلق علاقات متميزة، كمان بيساعد على تفريغ اي طاقة سلبية وبيقدر يحولها لطاقة ايجابية تساعدك على تحقيق هدفك بدون اي تردد. ما تيجي كمان اقول لك انه بيقوي شخصيتك وبيساعدك على تعلم فنون ومرونة ولباقة الكلام، وبيساعدك على تكوين علاقات عامة سواء في شغلك لو بتشتغل أو في دراستك لو بتدرس. طيب انتوا عارفين إن التواصل مع الشخصيات الإيجابية بيرفع معدل هرمون الدوبامين في الجسم، وده بيساعدك في تحسين الحالة النفسية. على النقيض بقى اللي هو الشخص الانطوائي ما عندوش غير تشاؤم وكآبة ويأس وحزن. انتوا عارفين ان كمان التواصل بيساعد في ترتيب افكارك وتحديد اولوياتك ووضع خطط لمستقبلك. طيب انا عايز اقول لكم ان التواصل ده بيبقى وسيلة بتنقل بيها الافكار والمشاعر، وبنقدر نفهم فيها بعض، بيبقى بينا فيه لغة حوار، مش بينا شاشات وكيبورد وشوية زراير. كمان التواصل من ورا الشاشة لا فيه روح ولا مشاعر ولا لغة تواصل، لا، وكمان ساعات بيخلق سوء تفاهم. طب ما تيجي هنا اقول لك، لما بنتواصل مع بعض بنقدر نساعد بعض، بنقدر ننشر المعرفة، وكمان بنتبادل الخبرات. مؤخرا كان في شغل كده اخترعناه اسمه ورك فروم هوم. ساعتها كنا مضطرين عشان الكورونا، بس ما كانش فيه ساعتها روح في الشغل، ما كانش فيه منافسة وتبادل خبرات، ما كانش فيه علاقات مثمرة ناجحة. التواصل دايما بيساعد على تكوين فريق عمل متعاون متماسك وكمان ناجح. ودلوقتي الاتوبيس وصل المحطة، ودلوقتي مضطر انهي حلقتي، بس قبل ما انهيها عايز اقول لكم على حاجة صغيرة. التواصل بين الناس بيخلق ألفة ومودة وتعاون، وبيخليهم يغيروا اسلوبهم من اسلوب فردي اناني لاسلوب جماعي تعاوني، يعني منفعة عامة. كان معكم محمد الليثي ومحطة ما تيجي اقول لك. اشوفكم الحلقة الجاية.